السؤال اللي بيشغل اي حد بيفكر ان هو يبدأ محتوى: ليه الناس هتتفرج عليا وهتسمعني؟ ليه هتشتري مني منتجات إلكترونية طالما في حد تاني بيعمل نفس الحاجة اللي انا بعملها؟ الحقيقة انت مش محتاج ان انت تكون الاكثر خبرة او الشخص الاعلى صوتا، طالما انت سابق الناس دي بخطوة او خطوتين او وصلت لمرحلة معينة الناس دي بتحاول انها توصل لها. صدقني الناس هتسمع لك حتى لو في حد تاني بيتكلم في نفس الحاجة اللي انت بتتكلم فيها. هل انت بتتفرج على محتوى فتنس واحد؟ هل انت بتتفرج على شخص واحد بس بتتعلم منه مادة معينة؟ اكيد بتتفرج على كذا حد لانك بتحب الاشخاص دي وبتحب طريقة القائهم وعايز تبقى في مرحلة معينة زيهم او توصل للنقطة اللي هم فيها. انت مش محتاج ملايين من المتابعين، انت محتاج انك تكون صادق وتشارك خبرتك مع الناس بكل صدق. تقنع الناس دي ان انت قادر ان انت توصلها من خلال منتجاتك للخطوة اللي هم عايزين يوصلوا لها، لانك عديت العقبات دي في شغلك. فبتيجي هنا اهمية الستوري، ان انت تشارك مع الناس التحديات اللي واجهتك في شغلك، في المشروع اللي انت بنيته وهكذا. فالبداية بتيجي من المصداقية وان انت تشارك خبرتك مع الناس. ليه الناس هتسمعك؟ لان الناس هتبقى مصدقاك، بتتفاعل معاك عاطفيا، وانت في نفس الوقت شاركت تجربتك، ما بتقولش كلام نظري وخلاص، بتوريهم ازاي يوصلوا للنقطة اللي انت فيها.